الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أمسخ الخصال للجيل وأذهبه لشخصيتهم هو تعلقهم بمشاهير الفن وذوبان قلوبهم بهم، حتى تصير صورة النجوم هي فارس أو فارسة الأحلام. فإنهم إن يروهم يحصل لهم من جنس الاستعباد لهم، وهم في الغالب أي النجوم من أخس الناس أخلاقا وأحطهم مروءة. ولذلك من أوجب واجبات التربية لمن استرعاه الله بنين وبنات أن يزرع في نفوسهم القدوات، لأن طبيعة النفس البشرية مهما ارتقت في الكمال تحتاج لقدوات، ولن تكون الشخصية قدوة حتى يسبق لها اقتداء بمن سبق، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فاهتدى صلى الله عليه وسلم بالكاملين فصار أكملهم، واهتدى بالمهتدين فصار إمامهم. فزرع القدوات في نفوس الناشئة من أوجب واجبات التربية، والوعاء إن لم تعبئه بالخير عبأه غيرك بالشر. ولا ننسى أننا مشاركون في التربية، بل إن دور الجوال قد طغى على دور الأهل في تربية الأجيال. فالله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.